السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين اخواتي؟ هانيين كلشي مزيان. المهم اخواتي، نتمنى تكونوا بالف خير كاملين. شحال هادي ما حطيت معكم حتى شي فيديو. المهم، سمحوا لي اخواتي بزاف، نتمنى هكا ديروا لي اللايكات وتشجعوني، علاش لا. واشركم مبروك اخواتي. المهم، كيف كتشوفوا شحال هادي يعني ما تقديت، ما كنحطش معكم هكا التقديه دائما كل مره كنتقدى. الطريقه اللي كندير غادي نشاركها معكم. واحد الطريقه اللي كندوز بزاف د النهارات ما كنخرج فيهم حتى شي ريال. وهاد الطريقه كتخليك انك توفري وكدوزي شهر مرتاحه. الحمد لله غادي نشارك معكم هاد الطريقه بالتطبيق، يعني كيفاش كندير. يعني بمصداقيه هكا. المهم، واحد الطريقه اللي كتريحني انا غادي نشاركها معكم باذن الله. المهم اخواتي، يعني بالنسبه هكا للتقسيم اللي كنت شاركت معكم ديك المره، هو اللي باقا غاديه معاه. غاديه معها. المهم يعني ما كنخرجش انا على التقسيم. المهم فاش دخل الشهر، يعني في البدايه ديال شهر جوج هكا تقديت ب50 درهم. جبت بها هكا الديسير لانه كان خاصني. حيتاش كانت عندي تقضيه في الثلاجه، كانت عندي الخضره وقضيت بداك الشيء اللي عندي. الحوايج اللي ما كانوش عندي مثلا بحال هكا الفواكه هما اللي خديت. جا الاسبوع الثاني تقديت ب170 درهم كيف شفتوا في داك الفيديو اللي كنت حطيت معكم التطبيق. يعني تقديت واحد الكميه اللي قلت لكم راه غادي ندوز بها الشهر كامل ان شاء الله باذن الله. وكذلك عندي شي حوايج هكا في المجمد غادي نخدم بهم. ويعني كنحاول انني دائما نقضي بالحويجات اللي كانوا عندي قبل. باش عاد باش كنستعمل هكا الحاجه جديده. كذلك كانت عندي الخضره اللي كانت قديمه حتى هي خدمت بها عاد باش بديت بداكشي اللي تقديت به جديد. بالنسبه للحوم اخواتي، تقديت هنايا ب190 درهم. كنت دايره في الظرف ديال اللحوم 200 درهم وتقديت 190 درهم. الحمد لله والشكر لله، خديت بها الخير اللهم لك الحمد. انا يلا بديت بالدجاج، بديت كنستعمل منه. باقي عندي الحوت، باقي عندي شويه الكفته اللي كانت شحال هذا. يعني الحمد لله عندي اللهم لك الحمد الخير. راكم عارفين كل مره اش كنديرو هنايا. بالنسبه للحانوت، كنت دايره فيه 100 درهم. درت هكا جوج بوطات اللي جبت، وحده ب40 درهم وحده ب20 درهم. المهم خواتي، هذه هي الطريقه. بالنسبه للهري 0 درهم، يعني تقديت بهذيك 250 درهم. المهم هذه هي الطريقه اللي كندير. التقديه ما كتكونش عندي ديما اخواتي، هذاك الشيء اللي كيخليني انني الحمد لله كنجر الشهر ديالي غاديه مزيان. وكاين نهارات، راه ماشي غير نهارات، كاينين اللي كنتبع سيمانه ما كنخرج حتى درهم عندي من جيبي. كنكون دايره البوطه تقديه ديال الخضر الفواكه اللحوم، كيكون عندي كل شيء. وهذا الشيء كامل راه كيخليك انك توفري اللهم لك الحمد اخواتي. هنا كيف كتشوفوا، راه في هذا الخرج الشهر ما غادي نتقدى حتى شي حاجه وما غادي تخصني حتى شي حاجه. غير مثلا غنشارك معكم بحال اتاي. باقي عندي السكر كذلك غندوز به هادشي اللي بقى ليا في الشهر. بالنسبه للسكر سنيده باقي ليا واحد شويه. المهم يعني لا خاصني، راه باقي ديك 2 كيلو ديال السنيده اللي خديت في اول الشهر باقي ما خدمتش بها. هاد الشهر اخواتي خدمت بكيلو ديال السنيده. صراحه ما درتش القوتيات بزاف، كنت كندير غير حرشه. هنايا بالنسبه للزيت التحدي ديال 2 لتر. حتى هو يعني غاديه فيه مزيان الحمد لله والشكر لله. يعني ما كنفوتش داك القياس. هنايا وريتكم غير الحوايج اللي هما ضروريين في الدار، اما بالنسبه بحال ديك العطريه وبزاف د الحوايج ما وريتهمش لكم. المهم، ملي كتعمري ركانك، ملي كتعمري ثلاجتك، كتعمري كتقدي التقديه ديال الهري، راه كيبقى عندك كلشي في الدار. ما كاين لاش تسري الحانوت تبقاي غاديه جايه. يعني الركان ملي كيكونوا عامرين، هنايا راه كنمسح الثلاجه، كندير ليها واحد الدويره هكا نشوف شنو. ياك ما خاسره شي حاجه، ياك ما. راكم عارفين انا كندير واحد التقديه اللي كتكون شويه طويله. وكلشي كنديرو في بلاستيكات وفي اثواب. يعني انا كنشارك معكم داكشي اللي كندير في داري وفي هكا اللي كنستعمل. الحويجات اللي كندير في الثلاجه ديالي كنستعمل انا البلاستيكات بزاف، كيحتفظوا لي على الخضره. وطبيعه الحال كندير هكا اثواب. المهم كنمسح ثلاجتي مسحه خفيفه بواحد التويب هكا مع شويه الخل. صافي هادشي اللي كاين. والثلاجه دائما كتبقى نقيه وما كتوسخ ما حتى شي حاجه، يدي بوحدي. المهم، راكم عارفين. الثلاجه ما كتبغيش انكم تبقاو تحلوها كل مره.
باش انها كتبقى الجوده ديال الخضر كتبقى مزيانه ما كتخسرش، وكذلك كل حاجه كتبقى متوله في بلاصتها. المهم هنايا كيف كنشارك معكم، ما يمكنش ليا نشارك معكم كلشي حيت مع التصوير كتبيني شي حاجه، وهذا ما كرتاحش انا في التصوير صراحه هكا من غير البوطاجي. هادشي اللي ما كيخلينيش نحط معكم بزاف د الروتينات. هنايا كيف كتشوفوا، هنايا كندير دويره هكا في الخضيره ديالي. كيف كتشوفوا تبارك الله الخضره باقا كيما هي. البطاطا كيف كتشوفوا راه ما يمكنش تكوني انتي دايره كلشي تقديتي وكتبقاي كل مره غاديه جايه هكا للحانوت اولا تقداي. التقديه هكا ملي كتلقاي الاثمنه المناسبه راه كتقداي كلشي. هنا كيف كتشوفوا الليمون ديال العصير دايره في هاد البلاستيكه، كل مره كنهز منه هكا كنعصر الوليدات، كندير شويه الحامض شويه خيزو. كما عارفين دابا خيزو رخيص. المهم راه كل واحد كيعرف ينظم آه، تقضيه في دارو الحمد لله. انا الحويجات اللي كيخليوني انني كما تنقول لكم دائما نوفر وما كنتعذب حتى شي حاجه، هو انني كنتقد التقضيه كتكون شويه طويله. هانتوما كيف كتشوفوا اخواتي كلشي على عينيكم. الخضيره كيف دايره، يعني غير توب عادي، راه غير اي هكا توب كان عندي قديم كنقطعو وكنلوي فيه الخضره وكندير توب، كندير ميكا عفوا. يعني هادشي اللي كاين اخواتي. كاين اللي ما كيعجبوش هكا، ولكن انا لقيت راحتي في هادشي. هذه هي طريقتي الحمد لله. هذا خيزو حتى هو راه باقي عندي تقريبا هذيك 4 كيلو باقي ما قستهاش، لانني الوالده ديالي جابت لي شويه خيزو كان ديال البلاد، عطاهم شي واحد هكا وعطاتني منه. هذه اللفت اخواتي درتها في هاد البلاستيك حتى هي ما كدير لا ما لا والو. كندير منها وحده هكا في الطاجين، ولا الا بغيت ندير الكسكسو. المهم الحمد لله ما كتخسرش عندي انا الخضره. وارتحيت بهذه الطريقه. البصله بوحدها اللي ما كنديرش انا في الثلاجه كتبقى عندي، كاينه عندي الدار مهويه وكاينين بزاف د البلايص فين ندير البصله. داك الكرنب اولا لي الشوكولا وحداش كيقول ليه باقي حتى هو كندير منه كنديرو مع البصله هكا في الطويجين باش كيعاوني على البصله. هذا هو خيزو اللي قلت لكم اللي هكا عطاتو لي الوالده. كنديرو بزاف العصير هذا كيكون هكا رقيق. المهم اخواتي يعني راه الا نظمتي راسك وعرفتي كيفاش ديري وعرفتي شنو كيخصك في دارك، واخا انا ما نديرش الجدول عارفه شنو خاصني عارفه شنو كيقدني الحمد لله ما كتخسر ليا حتى شي حاجه. وكندوز كما قلت لكم اكثر، راه كاين واحد المرات 15 يوم ما كنشري حتى شي حاجه. هنا البيضه نتوما كيف كتشوفوا داك البلاطو باقي منه 12 بيضه تماك. وها نتوما كيف كتشوفوا الخضيره بلا ما نكذب عليكم ولا نحيد دوك البلاستيكات باش نوريكم. انا كنستعمل البلاستيك. هنايا في المجمد راه باقي عندي الدجاج اللي مقطع، الحوت، الكفته شويه كفته، الربيع، هكا جلبانه الحمد لله والشكر لاخواتي. يعني بهذا النظام انا مرتاحه، وبهذا النظام اخواتي كنوفر وما كنزيرش وكيكفاني المصروف ديالي اللي كنقسم معكم واللي كنشارك معكم دائما. هادشي علاش ما كتشوفونيش كنحط معكم فيديوهات بزاف ديال التقضيه ولا ديال اللحوم ولا ديال الخضر. صافي كندير 2 تقضيات تقريبا في الشهر فقط الحمد لله. المهم الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايكات والبارطاج فضلا وليس امرا. المهم بغيت نشارك معكم فيديو خفيف ظريف. هنايا راه كنمسح في الثلاجه ديالي صافي مسحتها. هادشي اللي كاين اخواتي، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.